أصعب لحظة مش لما تفشل، أصعب لحظة لما تحس إن اللي بتعمله ملوش نتائج، وإنك بتضيع مجهودك في اللاشيء. كلنا لما بنبدأ في حاجة بنبدأ بحماس وعندنا شغف إن احنا نكمل فيها وراسمين طريق طويل جدا، لكن لما بيعدي وقت ويبدأ يكون مفيش نتائج بنبدأ نحس بالإحباط، ويبدأ دماغك يقولك وفر مجهودك، بلاش تضيع وقتك في الحاجات دي وخلينا نعمل حاجة تانية أحسن. عارف إيه الفرق بين اللي نجح وبين اللي فشل؟ إن اللي نجح قال إن هو هيكمّل في الوقت اللي كان مش طايق يكمّل فيه، أمّا اللي فشل وقّف في أكتر وقت كان المفروض يكمّل فيه. أنا عايزك تبطّل تبُص على النتيجة وتركّز في النهارده، في اللي بيحصل النهارده معاك، وما تبُصّش لبعيد. ما تبقاش قاعد مثلًا مستني لو فتحت قناة يوتيوب مثلًا مستني ال5000 مشترك. بُص في النهارده أنت عملت إيه، وبُص في النهارده مطلوب منّك تعمل إيه وتخلّصه. وكل أمّا تعطل عايزك تفتكر أنت ليه بدأت في ده كله أصلًا، أيًا ما كان هدفك إيه، تفتكر إيه السبب اللي خلّاك تبدأ أول يوم. الفيديو ده تذكير ليك إنك اوعى توقّف، صدّقني النتايج بإذن الله جاية، جاية، أنت بس كل اللي مطلوب منك إنك تكمّل حتى لو أنت مش عايز تكمّل.